الدولار هيوصل 25 جنيه. كلام قاله المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة. ومن بعدها الدنيا مش ساكتة، خاصة ان الدولار في البنوك دلوقتي بأكتر من 50 جنيه. لكن يا ترى كلام كامل الوزير ده بجد؟ وايه الشرط اللي حطه عشان الدولار يوصل للرقم ده؟ عايز تعرف التفاصيل؟ خليك متابع معانا واحنا هنقول لك. خليني اقول لك ان في البدايه ان سعر الدولار في البنوك سجل اعلى سعر بحوالي 48 جنيه وكسور للدولار الواحد. فمتخيل ان الدولار ينزل اقل من النص بالشكل ده؟ يعني هل فعلا ممكن ينزل لحوالي 25 جنيه؟ الفريق مهندس كامل الوزير كان كلامه محدد في موضوع الدولار ده، وقال إن في حالة تطوير الصناعة في مصر هيتم ضخ العملة الصعبة، يعني من الآخر هنصنع الدولار. وقال كمان إن الصناعة وضخ العملة الصعبة هيقلل الطلب على الدولار ويرفع قيمة الجنيه المصري. وتوقع كمان إنه ينخفض سعر الدولار ل 25 جنيه في حالة تطوير قطاع الصناعة، وانخفاض سعر رغيف العيش من 120 قرش ل 60 قرش بس. المهندس كامل الوزير قال لما نطور الصناعة ونزود إنتاجنا من الصناعة هنصنع الدولار، بمعنى هيكون لدينا دولار زيادة. فلما يكون عندنا دولار زيادة يمكن أن يوصل سعر الدولار الواحد ل 25 جنيه. الوزير قال كمان إن في خطة شاملة هيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة بتعتمد على 5 محاور. وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة إنه من ضمن خطة تطوير قطاع الصناعة في مصر إنه هيتم حل جميع المصانع المتعثرة اللي حصلت على رخصة، وسنعمل على حل مشكلتها طالما قرار الحل بيد الوزارة. وقال الوزير هيتم العمل على الدعم الفني للمصانع علشان تكون المصانع عالمية وجيدة وتوفر منتج بجودة مرتفعة. وبعيد عن كلام كامل الوزير، كان في خبراء اقتصاد أكدوا إن وضع مصر الاقتصادي خلال الشهور اللي فاتت حقق تقدم كبير، وقدر إنه يجذب الاستثمارات مباشرة، واللي هتساهم بشكل كبير في ضبط سعر الصرف. وده هيؤدي لتحسن توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار. وكان بنك ستاندرد تشارترد اتوقع ان سعر الدولار في مصر هينخفض علشان يوصل ل 45 جنيه قبل نهاية العام الحالي 2024، وده بسبب الإجراءات الأخيرة اللي اتخذتها الحكومة لهيكلة الاقتصاد المصري. وتوقعت كارلا سليم خبيرة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وباكستان خفض البنك المركزي الفائدة بالسوق المصرية بداية من الربع الثالث من العام الجاري بنسبة بتتراوح بين 3 و5% حتى نهاية العام. ورجحت انخفاض معدل التضخم ل 29.8% بنهاية يونيو المقبل من 32.5% بنهاية إبريل الماضي وال 25% بنهاية العام الجاري ديسمبر 2024، على أن يتراجع ل 20% العام القادم. كان معدل التضخم على مستوى المدن قد تراجع للمرة الثانية على التوالي في إبريل الماضي ليصل إلى 32.5% مقابل 33.3% في مارس الماضي. وخلينا نفكرك كمان أن البنك الدولي كان في وقت سابق أعلن تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته 3 سنين قيمته 6 مليار دولار. وقال البنك الدولي في بيان أن التمويل بيجي لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة. السؤال دلوقتي، يا ترى شايف ان الدولار فعلا ممكن يرجع لأكتر من نص كده؟